السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هنا في كرة ممكن شوط فيها جول. مودريتش يرفع الكرة ورا على القائمة الثاني. الترقب والمتابعة بينما خطيرة ديال الكرة والسايس في نهاية المطاف. السايس يبعد الكرة مباشرة. سفنسيري المشاكس يمشي لزياش الباس 1-2. أحلى كرات أحلى لمحات ولمسات هنا في صافرة وتعطى الأفضلية للمنتخب المغربي. مودريتش بروزوفيتش كوفاشيتش في وسط الميدان وكراماريتش في الخط الأمامي يتوسط فلاشيتش وبيريتشيتش. شوت الكرة يا زياش عندك شوت. مرت سلامات أول غلطة قد يجزها انطلاقة من الجهة اليمنى. على التحضير بعد من مودريتش في المراوغة. مودريتش يدخل العرضية ولكن فيها تغطية دفاعية. بعد ذلك وصلت على جهة مغربية في أحلى كرة حكيمي سدد الانذار الثاني بقدم حكيمي. مزراوي يغطي هناك في الجهة اليسرى فيها عرضية تمشي ناحية لاعب حكيم زياش مرفوعة في القائمة الثاني. هنا نكسة الراسية وين الراسية يوسف ينصيري أكثر مع مرور الوقت. هذه كرة طولية ممتازة يا يوسف ينصيري. لو فعلت عينك على الكرة يا زياش وعينك على نصيري يا زياش ولكن بعيدة تماما على يوسف نصيري. إني أرى في الشباك يا زياش ولكن الجدار تزيد أكثر. فكر بالتسديد يرجع حكيمي والصافرة والأفضلية للمنتخب المغربي. زياش يلعب البينية ممتازة وناحي لماذا الدوران يا أولاد. الخروج بالكرة سليمة ملاح فيها خطأ. نعم الخطأ موجود طلع كرة خطيرة. أول تسديدة من مودريتش. أول تسديدة الرؤوس. زياش يرفع في القائمة الأول ولكن الدفاع لازالت كرواتيا. سوزا وبونو. يا بونو الانطلاقة من حكيمي في عرضية. الاسم واحد المغرب عاليا بينما الكرة الأمامية للمساندة زياش وهذا ما يعجبني في زياش المساندة الدفاعية والضغط على حامل الكرة. عارف بأن الأمر سيمات. العرضية بونو خطيرة مرابط كمان طولية. هنا ناخذ حذرنا يفضل بونو. هنا العرضية بونو ممتاز. الجهة اليمنى دي خطيرة عرضية طلع كرة ممتاز حكيمي في الرجوع ممتاز حكيمي في التايمينج. حكيمي وزياش حكيمي سدد صاروخ. خلوا مودريتش اعطوه المساحه ولكن زلزولي انطلق الزلزولي راوغ صعبه. يلا يا بونو بقي على الخط ومراقبه لصقار ارجوكم خطيره. ينصيري ومن طلع الكره الماضيه. ثالث مغربيه يحيى عطيه الله يرفع الكروس الاول من يحيى عطيه الله. ما يمرش يا مرابط وصلت الكره على الجهه اليسرى ممتاز.